انت ليه مصمم انك تعذب نفسك؟ ايوه، انت اللي معذب نفسك بانك تفضل تحاول وتصبر في نفس الطريق ده. مش ده الصبر اللي هيوديك الجنة، ده الصبر اللي هيوديك جهنم. لان لم يخلق الله هذه النفس ليعذبها. انت اللي قررت انك تصبر وتستحمل وتحاول مرات كتيرة، وكل مرة بتحاول فيها تصبر على نفس الاشخاص او تستمر في نفس الطريق ده، على نفس الوظيفة دي، في نفس الاماكن دي، تعيش الاحداث دي مستمر وبتحاول، بتفشل ومستمر. هتهلك نفسك وانت مستمر في الطريق ده. ربنا ما قالكش عذب نفسك كده. الحل الوحيد في التغيير. غير الاشخاص والاماكن والاحداث، غير ناس، غير علشان الامل في الجديد. خلاص انت حاولت كذا مرة، خلاص الامل في الجديد. وقف، اعمل ستوب وفكر وعيد ترتيبات الاحداث اللي فاتت. لازم تاخد فترة انتقالية من الطريق ده للطريق التاني، لان الانتقال اللي على طول وبسرعة ده برضو بيجي بفشل. الفترة الانتقالية دي فترة هتحاول فيها تسترجع امورك وتعمل ستوب من كل الحاجات اللي فاتت. خلاص انا نويت اغير. التغيير ده يا اما هيجي من نفسك، يا اما هتصاب بمرحلة احباط كده حلوة، او بيسموها اكتئابات. بتقعد مع نفسك، بتغير مود، بتبقى قالب يومك ليلك نهارك ونهارك ليلك، بتشرب اي حاجة وبتاكل اي حاجة، نفسك متغيرة ومش عارف ليه. انت دخلت في مود كله محصل بعضه، اللامبالاة اللي احنا بنسميها اللامبالاة. اصل كله محصل بعضه، فالناس يقولك ده نضج، ده وصل لمرحلة النضج. لا يا عزيزي، دي مرحلة انا ما بقيتش شايف امل في الحياة، فكله محصل بعضه. بلبس وبتشيك زي ما مش بلبس ومش بتشيك، كله محصل بعضه. بتكلم زي ما بتكلمش، نجحت زي ما نجحتش، كله محصل بعضه. دي مرحلة لازم تمر بيها، ومرحلة صحية جدا، عشان بعدها هتوصل لمرحلة تانية فيها أمل وفيها تغيير وفيها نجاح وفيها توفيق من عند ربنا. يا إما تحصل المرحلة دي من نفسك بالاستعاذة بالله والتقرب من الله، ودايما هي بتحصل طبعا بتوفيق من ربنا. فيما بعد أو من بعد ربنا بتحصل نتيجة لدخول ناس جديدة حياتك، بتغيرها، بتغير أفكارك، بتغير حواسك، بتغير مداركك، بتغير أحاسيسك ومشاعرك، بتحسسك إن في أمل. تبدأ تهتم وتبدأ تحس إنك عايز تتشيك، تبدأ تحس إنك عايز تظبط جسمك، تبدأ تحس إن في أمل، في روح حلوة بتتكلم معاها، في أحداث حلوة فيها نجاح، في وظيفة جميلة لايقة عليك، في أماكن جميلة. أنت هتستمر في المكان ده وأنت مستريح وأنت فرحان. دايما التغيير هو الحل. ما تفضلش